كيفية اختيار نزلات التيم وعلى أي أساس بتختار النزلة وإيه دور التيم ليدر في الموضوع لأن أوقات بيسبب مشاكل كتيرة في السكواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه يا أخواتي؟ النهاردة هعرض عليكم إزاي تختار نزلاتك أنت والتيم بتاعك تجنبا لأي خلافات في التيم. اختيار النزلات بيعتمد على حاجتين أساسيين الأي جي اللي بيحددهم لازم يركز فيهم كويس أوي. أول نقطة، بمجرد ما يدخل الروم لازم يركز على الروم نفسها، يشوف الروم اللي هو داخلها دي هل هي الروم دي عادية ولا ادفانسد ولا ايسبورت. وطبعا كله بيبان من اعدادات الروم بره، هوريكم ازاي دلوقتي. فكرة ان هو يعرف الروم اللي هو داخلها عادية ولا ايسبورت ولا ادفانسد هتفرق معاه من ناحية اللود جدا، وبناء على انه يعرف ان الروم دي ادفانسد ولا عادية ولا ايسبورت هيحدد النازلة فين بالظبط وطريقة اللعب. بكل بساطة لو الرومات اللي هو دخلها دي رومات عادية هيبقى صعب جدا ان هو ينزل متفرقات. لو نزل متفرقات مش هيلاقي لوت، هتبقى ازمة على التيم جدا ان هو ممكن ينزل ما يلاقيش حتى سلاح واحد، وكده حط التيم بتاعه تحت ضغط وممكن يكرههم في الجيم نفسه، فيكرههم في طريقة اللعب. اما لو الروم اللي هو داخلها دي ادفانسد او ايسبورت بنسبة 80% انت بتنزل المتفرقات بتلاقي فيها لوت كويس، وهنا ممكن طبعا طريقة لعب المتفرقات غير طريقة لعب المدينة اللي انت بتنزلها. هنفترض انت نزلت متفرقات، لو نزلت متفرقات واللوت ادفانسد يعني اللوت كتير، الرومات نفسها ادفانسد، انت هتنزل هنا ضامن ان انت هتلاقي سلاح. هتلعب بطريقه لعب الاجيل اللي هقولك عليها، ان انت ممكن تلاقي سلاح وتروح تقطع على اي تيم اوت زون، او تروح تقطع تمسك اي جبل مثلا وتجيب منه كلات، او ممكن الاجيل يخش في فايت طرف تالت، سكوادين يكونوا بفايت يخش سرد عليهم على طول. هنا تبقى انت كسبت اللوت وكسبت كلات. يعني هو مش هيعتمد اعتمادا كليا على اللوت، مش لازم تكون واخد لوت فول لوت، مش لازم تكون طالع فول لوت عشان تعرف تفايت. لازم تتعود تتعلم ان انت تفايت تحت ضغط، لازم تفايت باي حاجه. ما ينفعش تنزل اول ما تنزل على طول تروح تقول للاي جي اللي بتاعك انا مش لاقي لوت، انا مش هفايت غير لما يكون معايا فيست، انا مش هفايت غير لما اكون في اللوت. لا، انت لازم تتعود ان انت تفايت تحت ضغط. انت نزلت لقيت مسدس، اللي قدامك لقي سلاح، لازم تتعلم ازاي ان انت تكسب الفايت بذكائك بدماغك بتفكيرك. ما تروحش تضغط الاي جي اللي تقول له احنا متنا بسبب النزله بتاعتك. لازم تتعود تلعب في اي نزله انت هتنزلها. ما ينفعش تروح تنزل نزله وتيجي تقول للاي جي انا ما بعرفش افايت في النزله دي. لازم تتعلم ان انت تفايت في اي مكان في المابا كلها. ما دام انت لاعب سكريمات ولاعب بطولات يبقى انت تفايت في اي مكان. طبعا احنا اتكلمنا على اول نقطه ان هو يعرف الروم اللي هو داخلها ادفانسد ولا عاديه ولا ايسبورت. تاني نقطة، طريقة اللعب. النزلة اللي انت بتنزلها بتعتمد على طريقة لعبك انت كاي جي ال. لازم تحدد الطريقة اللي هتلعب بيها من ناحية انت، هل هتلعب طرق اللي انا قلتها من شوية، هل انت هتلعب مثلا كابوشات، ولا انت هتلعب مثلا انت تمسك على السكوادات الاوت زون، او تلعب انت تنزل تلوت اي حاجة وتروح تبوش على طول، او تنزل مدينة تنزل هتلاقي فايتات على طول. لو انت هتعرف تحكم التيم بتاعك كويس ان انت متقدرش تخسر حد في المدينة اللي انت هتنزلها، وتوزيعها كويسة جدا ويكونوا حافظين المدينة كويس جدا بحيث ان حتى ما يتغفلوش من اي حتة ويكونوا مركزين جدا، هتنزل مدينة. لو انت متفرقات بتحدد المتفرقات على حسب انت كاي جي ال بتقعد مع التيم بتاعك وبتحددوا النزلة بتاعتكم، وبتشوف مين السبورت بتقعدوا في البيوت اللي هي بيبقى فيها دايما سبورت، وبتوزع التيم بتاعك على حسب طريقة لعبك. وانت كبلاير بتروح تجرب الاي جي ال، لازم تقعد معاه على الاقل 15 يوم عشان تشوف الاي جي ال ده هيبقى تمام معاك ولا لا. يا ريت السكواد ما يفضلش يضغط على الاي جي ال بمجرد نزولهم من الباراشوت، يفضلوا يقولوا للاي جي ال احنا مش معانا لوت، النازله مش كويسه، احنا مش معانا لوت، ودينا مكان نلوت، احنا مش هفايت غير لما انا لوت. يا ريت تفايت بالاي سلاح معاك من غير ما تشتكي. ويا ريت برضو الاي جي ال لو في امكانيه ان هو يقدر يوفر لهم مكان يلوتوا فيه، اكيد طبعا دي حاجه هتساعد التيم بتاعك احسن. يا ريت التيم ما يفضلش يزن على الاي جي ال. فهنا لازم تعمل ميتنج انت وتيمك وتقعدوا ديسكورد مع بعض، الاي جي ال يفتح شير يدخل على موقع المابات، والموقع ده هسيبلكوا في الديسكريبشن، وتقعد تختار طبعا وتحدد النزلات اللي في دماغك اللي انت محددها وتعرضها على التيم بتاعك، وتقعد تحدد دور كل بلاير عندك في التيم هيعمل ايه بالظبط، وايه مكانه في النزله بالظبط، والبوزيشن بتاعه وطريقه اللعب، وتنزلوا تتدربوا على الطريقه دي مش اقل من 15 يوم. بعدها تحدد ان انت حابب تغير النزله ولا لا. اهم حاجه انتوا كسكواد لازم تصوروا كل
الاخطاء اللي بتحصل معاكم في التيم عشان تتعلموا دايما من الغلطات بتاعتكم وما تتكررش. انت كاي جي ال حاول تعرف كل مكان واي مكان هتكون محدده او اي نازله، اعرف نقطه ضعفها كويس جدا، اعرف السلبيات اهم من الايجابيات بتاعتها، لانك لو عرفت نقطه ضعفها محدش هيعرف ياخد منك فايت عشان عرفت تسيطر على نقطه الضعف كويس جدا. بمجرد ما تدخل على اللينك اللي انا سايبه لك في الديسكريبشن، ده اللينك الموقع، اول ما تخش فوق على الشمال هتلاقي فيه رينجل ومرامار وسان هوك وفيكندي ودي المابات. طبعا اول ما هتجيب رينجل اول حاجه هتلاقي كل حاجه متحدده كده، طبعا ده هيعرف لك اماكن العربيات. وحاجه اساسيه جدا في النزلات اللي انت هتحددها، لازم النزله اللي انت هتختارها يكون في عربيه اساسي، لازم اقل حاجه عربيتين اقل حاجه. طبعا انت هتشيل كده اول حاجه وتشوف تقرب كده وتشوف انت والتيم بتاعك على حسب خط الطياره، مثلا لو خط الطياره بيه كده او بيه كده او بيه كده هيبقى ازاي والنزلات، وتقعد تحدد في النزلات بتاعتك انت والتيم بتاعك. وهتقرب كده، مثلا هتقرب كده تيجي عند الرزق مثال، يعني هتقول السبورت هنا واحد، هنا سبورت تاني اتنين، هنا مثلا توزيعة رزق مثلا، او في توزيعة تانية. كل اي جي ال على حسب التوزيعة بتاعته تقعد ديسكورد مع بعض وتحددوا النزلة بتاعتكم. طبعا بمجرد ما تحدد النزلة بتاعتك بيجيب لك الاخضر الكتير ده اماكن اللوت، فانت لازم كويس تبقى متابع في الخريطة دي عشان تبقى عارف كل حاجة فيها بالظبط. ميرامار نفس الكلام، هتخش على ميرامار هيجيب لك اماكن العربيات. طبعا المبات دي كلها قديمه شويه، يعني مش معمول لها ابديت، ففي بيكون جراج جديد مش موجود مثلا، بس لحد ما مفيش اختلاف كتير. المبات دي كلها هتساعدك كتير ان تظبط التيم بتاعك. ما تنسوش يا اخواتي اللايك والشير الجميل بتاعكم والاشتراك بالقناه عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.